نعم، ذكر الله عز وجل من أعظم الأسباب الجالبة لانشراح الصدر وأنس القلب وطمأنينته، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر بلا ريب طمأنينة للقلب، ولهذا من أنفع ما يكون للعبد في همومه وغمومه وآلامه أن يكثر من ذكر الله، أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الكرب: لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. هذا التوحيد والتهليل والذكر لله عز وجل هو الطارد للقلب. سر هذه المسألة أن هذا القلب خلق لعبادة الله ولينشغل بعبادة الله، فإذا شغل بأمور أخرى قلق واضطرب، فدواؤه أن يعاد لما خلق لأجله، وأن يشغل بالشيء الذي خلق لأجله، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يكون الذكر بالكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي من القرآن. فيكثر من هذه الكلمات، ويكثر أيضا من تلاوة القرآن والاستغفار وغير ذلك. هذا إذا وفق العبد له وانشغلت به نفسه لم يبقى عنده هم، مهما كبر حجم الهم لا يبقى، بل ينزاح ويزول عن قلبه زوالا تاما بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أعظم ما يستجلب به أنس القلب وراحته وسروره وانشراح الصدر الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى.